السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اليوم. درت هذا الفيديو ديال اليوم بناء على طلب مجموعة ديال الناس طلبوا مني انها ندير لكم اتاي اللي كنشربوا ديما. اذا كيف ما قلت لكم اليوم غندير لكم واحد المشروب اللي بزاف ديال الناس كيشربوه اغلبية المغاربة، ولكن قليل اللي كيعرف الفوائد الحقيقية ديال الشاي الاخضر وشنو هما المنتجات اللي مزيانة واش هو طبيعي او لا. اذا كملوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الخبايا ديال هذا المنتج هذا. اذا كيف ما كنعرفوا انه هذا المشروب البسيط بزاف ديال الناس ما كيعرفوش انه فيه اسرار صحيه وجماليه كثيره، كيقدر يبدل المظهر ديالك وحتى الاحساس ديالك من الداخل. الشاي الاخضر كيتصنع من نفس النبته ديال الشاي الاسود، ولكن الفرق هو انه ما كيتعرضش للاكسده، يعني مضاد للأكسدة، وهذا الشيء كيخليه يحتفظ بجميع المواد المفيدة اللي فيه، بحال مضادات الأكسدة، الفيتامينات اللي كتحارب الشيخوخة وكتقوي المناعة أيضا. إذا من بين أشهر الفوائد ديالو أنه كيساعد على خسارة الوزن، كيزيد من معدل حرق الدهون خصوصا إلى تشرب قبل من الرياضة، وكيعطي الجسم طاقة طبيعية بلا ما يرفع الضغط ولا يسبب توتر بحال القهوة كيف ما كنعرفو. وكيساعد أيضا على تنظيم الكوليسترول وحماية القلب من الأمراض، كيقوي الذاكرة والتركيز بفضل الكافيين الطبيعي اللي كاين فيه. أما بالنسبة للهضم فهو من أحسن المشروبات اللي كتساعد المعدة على التخلص من السموم، وكيحافظ على صحة الكبد والجهاز الهضمي بشكل عام. كيف ما قلت لكم فهو أيضا عنده فوائد جمالية اللي أكثر من رائعة. الشاي الأخضر كيساعد على نضارة البشرة، كيحارب التجاعيد بفضل مضادات الأكسدة اللي فيه، وحتى حب شباب كينقص منه إلا استعملتي كتونر طبيعي. وأيضا حتى الشعر كيتقوى وكيولي لامع إذا غسلتيه بماء ديال الشاي الأخضر، لأنه كيغذي الجذور وكيمنع التساقط. إذا كيف ما قلت لكم فهذه كانت هي الفوائد الجمالية والصحية ديال الشاي الأخضر. وبالنسبة للتنقيطات ديالو فأغلبية الشاي اللي كاين نو بالنسبة للتنقيط ديالو فشفتو كل منتوج والتنقيط ديالو فأغلبيتهم عطاو نتائج جيدة. علاش؟ لأنه الأغلبية ديالهم كيتكونوا من يعني حبوب الشاي، فهي نبتة طبيعية كتستخرج. يعني هادشي علاش هو كيعطينا تنقيط جيد، لأنه أصلا هو طبيعي، نبتة طبيعية. ما وحنا عارفين أي شيء طبيعي ما كيضرش الإنسان.